السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد هنعمل فيه احلى فطير بدقيق الحبة الكاملة، فطير الطيبات. سهل وسريع، مش هياخد وقت معانا خالص. هنعمله في الخلاط من غير فرد ولا عجن ولا فرهدة كتير. سهل جدا، مقرمش من بره وطري ومورق وخفيف من جوه زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله في الطاسة على البوتاجاز. هنعمل التجربة مع بعض بكل أمانة من أول خطوة لآخر خطوة. أوعدك بعد الفيديو ده هتقومي تعمليه حالا لأولادك. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ، حطي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو أول مرة تزوري قناتي. أول حاجة معانا في المقادير هي دقيق الحبة الكاملة. ده شكله. أنا استخدمت النوع ده من الدقيق، دقيق المروة. تقدري تستخدمي أي نوع أنت حباه، بس أنا حبيت أوريه لكم لأن في ناس بتبقى عاوزة تعرف أنا استخدمت نوع إيه من الدقيق. أو ممكن تستخدمي السايب، ده ينفع وده ينفع. أخدت 3 كوبايات من الدقيق بالمج العادي اللي موجود في كل بيت. الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها المية وباقي المكونات. هضيف على الدقيق نص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح، ونقلبهم مع بعض ونركنه على جنب، ونجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنضيف فيه ايه. هضيف في الخلاط كوباية ونص من المية، مية عادية خالص من الحنفية، بنفس الكوباية اللي عيرتي بيها الدقيق. هضيف عليها كوباية من دقيق السميد، دقيق البسبوسة الناعم اللي بيجي من عند العطار، السايب مش اللي في الأكياس. هضيف كمان 3 معالق كبار من السكر، وهضيف ربع معلقة صغيرة خميرة فورية، ونضربهم في الخلاط كويس جدا لغاية لما العجينة تبقى ناعمة معانا والسكر يدوب تماما. فايدة دي البسبوسة هنا بيخلي العجينة ليها طعم كده حلو، وكمان بتبقى خفيفة وبيعمل لها عرق بسيط، وكمان بيخلي لونها تحفة. أما البودر والخميرة دول علشان العجينة تنفخ وتورق وتبقى ناعمة كده معانا، لأن دي الحبة الكاملة بيبقى مفرول كده ومفيهوش عرق وما بينفخش بسهولة. فبنحاول بنضيف له كده إضافات تخلينا نتعامل معاه ونطلع منه أحلى حاجة. بالنسبة للبودر والخميرة لو مش حباها ما تحطهاش، يعني براحتك خالص. كده خلاص العجينة بقت ناعمة جدا بعد ما ضربناها. هضيفها بقى على الدقيق ونلم العجينة كده بإيدينا بكل سهولة لغاية لما تتجمع معانا وما يبقاش كده فيها أي أثر للدقيق. بعجنها يعني حوالي دقيقتين كده بس. بعد كده بضيف لها معلقة زيت كبيرة ونلم العجينة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى ايدينا طبعا بتلزق عشان بنعجن بيها، فهروح اغسل ايدي ونرجع تاني عشان نلم العجينة. ورجعت تاني بعد ما غسلت ايدي بلم بقى العجينة، هتلاقيها كده ما بقتش تلزق في ايدك، وهتلاقيها طرية كده وملمسها ناعم زي ما انتوا شايفين اهي. طرية بس مش بتلزق. بدهن بقى وشها بحبة زيت وبغطيها بكيس بلاستيك، وبسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. ودي العجينة بعد ما ارتاحت زي ما انتوا شايفين طرية جدا اهي وملمسها ناعم جدا. ده بسبب ان احنا سيبناها ترتاح ال10 دقايق دول. حضرت طبق ودهنته كده بدهنة بسيطة من الزيت، وباجي على العجينة وبقسمها 4 أجزاء متساوية، وكل جزء بنعمله كورة بالشكل ده. تمام، هعمل 4 كور زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الكور بتاعتنا بدهن وشهم كده بشوية زيت، وبعد كده بغطيهم وبسيبهم بقى يرتاحوا للمرة التانية حوالي 10 دقايق برضو، علشان لما نيجي نفردهم يتفردوا معانا كده بكل سهولة، والعجينة ما ترجعش معاكي تاني، يعني ما تبقاش كده عاملة زي الاستيك، تتفرد معاكي بكل سهولة وما ترجعش تاني. تمام. يا رب تكوني فاهميني يعني. على ما يرتاحوا بقى اكون حضرت الزبده بتاعتنا، يعني اكون دوبتها كده يعني. دوبيها بقى، حطيها في الفرن او دوبيها على البوتاجاز، سخنيها شويه كده، وبعد كده سيبيها بقى لما تبرد تماما وهي هتفك يعني لوحدها. المهم انا مش عاوزاها لا سخنه ولا دافيه، انا عايزاها بارده تماما علشان ما تسيحليش العجينه، بس تكون طريه لينه كده معانا. ودي العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت. عندي هنا بقى الزبدة بتاعتي، طبعا كانت هي متجمدة وأنا فكيتها في الفرن. سخنت الفرن وحطيتها شوية كده في 5 دقايق، وبعد كده خرجتها من الفرن وسبتها كده شوية كده على السخونية بتاعتها لغاية ما هي ساحت، وبعد كده بردت وفضلت بقى زي ما انتوا شايفين كده كريمية. لازم تكون باردة علشان ما تقطعليش العجينة. هدهن بقى سطح العمل بحبة صغيرة كده من الزيت، وبعد كده باخد أول كورة ونفرد فيها بالشكل ده. هتلاقيها كده بتتفرد معاكي بكل سهولة
زي ما انتوا شايفين اهو. وبحاول كده نفردها كويس على قد ما نقدر. انا بحاول امطها بس يعني بالراحه علشان ما تتقطعش، لان الدقيق ده ما فيهوش عرق فمش هيمط معاكي بسهوله. لو شدتيها قوي ممكن يتقطع معاكي. تمام. فبالراحه كده بنتعامل معاه بالراحه لغايه ما نفردها كويس جدا. ولو قدرتي تفرديها كده وتدخلي هوا جواها بيكون يعني كويس يعني حاجه كويسه. بس لقيتيها هتتقطع بلاش. خلاص كده انا فردتها. هاخد بقى من الزبده بتاعتنا اللينه دي وندهن العجينه كلها زي ما انتوا شايفين كده. الزبده اللي انا استخدمتها زبده فرن، تقدري تستخدمي اي نوع زبده انت عاوزاه. وكمان تقدري تعملي خليط بين مثلا زبده وبين سمنه، بس السمنه تكون يعني جامده شويه ما تكونش سايحه. خلاص كده فردنا الزبده على الفطيره كلها. بنيجي بقى بنجيب قطعة بيتزا أو سكينة ونعمل تشريحات كده في العجينة على شكل مثلثات بالشكل ده، من غير ما نوصل لنص العجينة. بنسيب منتصف العجينة كده سليم على شكل دايرة. وبعد كده نبدأ نطبق المثلثات دي على بعضها بالشكل ده. واحنا بنطبق كده بنشد الأطراف كده نحاول نفردها على بعضها، وندهن كده دهنة بسيطة من السمنة أو الزبدة بين الطبقات. التطبيقات دي بتعمل توريقات كتيرة جدا في الفطيرة. هنلمها بقى على شكل كورة، وبعد كده باخدها وبسيبها على جنب. وناخد الكورة التانية هنفردها برضو بنفس الطريقة. هحط بس الأول نقطة زيت كده وبعد كده نفرد العجينة. هتلاقي العجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين اهو، لأن العجينة مرتاحة كويس جدا. بحاول كده أشدها علشان أدخل الهواء جواها، وما بشدش قوي يعني علشان طبعا ما تتقطعش مننا. بس بنحاول نفرد الأطراف كويس جدا. بعد كده بدهنها بالزبدة على كل الفطيرة وعلى الأطراف كمان. أنا استخدمت حوالي كوباية إلا ربع من الزبدة اللينة المذابة. وبرضه بنعمل فيها فتحات بقطعة البيتزا، وبسيب مثلث كبير علشان ده اللي هلم فيه العجينة. وبجيب بقى الكورة الأولى اللي احنا عملناها وبحطها في نص الفطيرة التانية. وبنطبق كده أجزاء الفطيرة التانية على الأولى بالشكل ده. وكل مثلث بنطبقه بنحاول نفرده شوية كده على كل طبقة. وآخر طبقة اللي هي الكبيرة دي بنلم فيها كل الفطيرة. وبنقفل بقى الحروف كويس جدا. وبكده نكون عملنا أول فطيرة، وهي عبارة عن كورتين في بعض. بجيب طبق مدهون كده بحبة زيت وبحطها فيه، وبغطيها بكيس بلاستيك وبدخلها الفريزر على ما نعمل الفطيرة التانية. وبنفس الطريقة باخد أول كورة وبفردها. نسيت أقول لكم بس لازم تغطوا العجينة علشان وشها ما ينشفش. بفردها بقى كويس جدا، ولو العجينة اتقطعت معاكي مفيش مشكلة خالص. خلاص كده فردناها. هغلف بقى وشها بالزبدة كويس جدا. وبعد كده بقطعها بقطعة البيتزا فتحات كده داير ما يدور. وبعد كده بطبق المثلثات دي على بعضها وبركنها على جنب. وباخد الكورة التانية وأفردها برضو على شكل دايرة بالشكل ده. شايفين الهواء اللي جواها ده اللي بيخليها تنفخ وتبقى كده مورقة وطرية من جوه. تمام. بغلف بقى وشها بالزبدة كويس جدا وبنعمل لها تشريحات من الأطراف. وبعد كده باخد الكورة الأولى بحطها في وسط العجينة برضو زي ما عملنا في الفطيرة الأولانية. وبعد كده بطبق عليها الطبقات دي فوق بعضها. وبعد كده في الآخر بلم العجينة بالمثلث الكبير، وبلم كده الأطراف تحت منها. وبحطها برضو في طبق مدهون بالزيت وبدخلها الفريزر. طبعا بغطي وشها الأول بالبلاستيك وبدخلها الفريزر. وبنخرج الأولانية اللي احنا حطيناها في الفريزر علشان نسويها. على ما نسوي اللي خرجناها من الفريزر نطلع التانية. يعني الوقت اللي بتقعده في الفريزر مش أكتر من مثلا 10 دقايق، ما تزيدش عن كده. ودلوقتي طلعنا أول فطيرة من الفريزر. ودي الزبدة اللي اتبقت معايا هضيف لها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة سمنة بلدي كبيرة علشان تطعم لي كده الفطيرة وتديني كده ريحة السمنة البلدي. والزيت علشان يديني لمعة حلوة. هدهن بقى الطاسة بدهنة بسيطة كده من الخليط ده. وبعد كده هحط الفطيرة وهفردها بحبة سمنة كده صغيرة من على الوش. شايفين الفطيرة بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي، مرتاحة واخدة سمنتها يعني مظبوطة 100%. هفردها كده بسمك متوسط، لا هو رقيق قوي علشان ما ينشفش مننا، ولا هي سميكة قوي علشان يعني تستوي كويس. لو تخينة قوي هتلاقيها عجينة من جوه. فلازم تكون ايه حجمها متوسط، يعني سمكها كده حوالي سنتي سنتي ونص، مش اكتر من كده.
وبعد ما فردناها يلا بينا بقى على عين البوتاجاز. هحط الطاسة على نار متوسطة، ما تخليش النار عالية علشان الفطيرة يعني تستوي كويس معاكي، ما تلاقيهاش كده اتحروقت من الناحيتين وقلبها ني. فهي لازم تستوي كده على نار متوسطة عشان تستوي معاكي كويس، واللون يبقى دهبي حلو كده ما يتحرقش معاكي. ولازم نغطي الطاسة وكل شوية نبص عليها، يعني بعد نص دقيقة كده نبص عليها كده من تحت، لقيتيها أخدت لون شوية كده بنقلبها على الوش التاني، وبرضو بسيبها حوالي نص دقيقة برضو، وبعد كده برجع لها تاني أبص عليها لقيتها أخدت لون. مش لازم لون جامد قوي يعني احنا هنقلبها كل شوية على كل جهة، بنقلبها كده يعني حوالي 4 5 مرات، تمام، لغاية لما تاخد اللون المطلوب. شايفين اللون بتاعها بقى تحفة ازاي، في منتهى الجمال. طبعا انا قلبتها يجي حوالي 4 مرات، وكمان معبية هوا ومنفوخة ومورقة في منتهى الجمال، وريحتها كده ملت المكان ما شاء الله عليها. كده خلاص اخدت اللون المطلوب، اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. كده هي استوت من بره ومن جوه كمان تحفة. هطفي عليها. شايفين جمالها؟ فطيرة الحبة الكاملة والله تحفة، تسوية في منتهى الجمال، السمنة ظاهرة فيها، واخدة لون حلو جدا بجد، حلوة يعني حلوة بزيادة. تعالوا بقى نسوي الفطيرة التانية. كده الفطيرة التانية بتاعتنا اهي، بعد ما فردتها حطيتها بقى على عين البوتاجاز. انا بحطهم يعني على عين البوتاجاز الكبيرة اللي في النص، وبهدي النار للوسط، وبغطيها وبسيبها لمدة كده نص دقيقة، وبعد كده ببص عليها. شايفين ابتدت تنفخ اهي. هقلبها بقى على الجهة التانية، شايفين ما شاء الله لونها تحفة. هغطي عليها برضو شوية وارجع لها تاني، بس هدهن وشها كده بشوية من خليط الزبدة، وبعد كده بنقلبها وبغطي عليها برضو شوية صغيرة كمان ونرجع لها تاني. ندهن برضو وشها كده دهنة سمنة كمان، ونقلبها للمرة الأخيرة بقى، دي المرة الأخيرة لأن هي أخدت لون حلو. شايفين جمال لونها؟ هي كده استوت في منتهى الجمال والطعامة. هنطفي عليها، وتعالوا بقى نشوف الفطير بتاعنا وجماله. وده الفطير بتاعنا بعد ما استوى، غطيته بكيس بلاستيك وفوطة لمدة 5 دقايق. تعالوا نشوفه كده مع بعض. شايفين الجمال؟ لونه تحفة، والسمنة ظاهرة فيه بيلمع، وريحته في منتهى الجمال. حبة السمنة اللي حطيناهم في الآخر دول خلوا ريحته يعني سمنة خالص، سمنة بلدي خالص. شايفين له لمعة حلوة قوي، مقرمش من بره وطري ومورق من جوه، اللهم بارك، حاجة كده زي العسل. فطرتين زي السكر، ما أخدوش وقت ولا مجهود معانا خالص، بدون فرن عملنا أحلى فطير. مورق من جوه أهو، وطري وله قرمشة كده من بره خفيفة، حاجة كده ما شاء الله. شايفين الجمال والطعامة؟ غير بقى إنه صحي وطعمه جميل جدا. تقدري بقى تقدميه مع عسل اسود او عسل نحل، او جبنة حادقة، مش يعني بصوا حاجة كده في منتهى الجمال، بجد طعمه حلو جدا. يعني انا من حلاوته بصراحة مش عايزة ابطل اكل فيه، انا عمالة اكل فيه يعني اتكلت نص الفطير. حاجة كده والله طعمه خطير خطير جدا، جربوه هيعجبكم. جربوه ان شاء الله على ضمانتي، ان شاء الله هيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوه. ولو عاوزة تخزنيه بتطبقي يعني الفطيرة وبتدخليها كده في كيس بلاستيك، وهي دافية مثلا، ما تكونش سخنة قوي، تكون دافية او بردت، وبتدخليها الفريزر. وقت ما تحبي تاكلي منه طلعيها ودخليها الفرن، هيفك على طول وهيرجع كأنه لسه يعني شايله كده من على البوتاجاز. وبألف هنا وشفا للي هيجربه. كده الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تزوري قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.